بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم اكله حلوه. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اذكروا الله الاول يا جماعه. هنا جبت كام طماطميه حلوين كده اعمل بهم شوربه. ماشي، يعني انا بحب طبعا، انتوا عارفين انا بحب الشوربه ايه، حمرا. تمام. ضربتهم كده في الخلاط. ماشي. وجبت برضو بصلتين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اذكروا الله يا جماعه. ماشي. هنا بقى بصف الطماطم. خلاص. طيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بعمل بصل عشان ايه؟ احشي معاكم الفراخ. خلاص. بضرب البصلتين كده او 3 في الكبه. هنا عشان الكبه صغيره فضربت كل حاجه لوحديها. هحط معاهم قرنين فلفل او قرن تقريبا، قرن واحد. خلاص. هضربهم نعميهم خالص عشان دول هتبقى الحشو. خلاص، لازم تنعمها خالص، يعني تخليها ايه، دايبه كده. ماشي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هقلبها. اهي قدامكم ناعمه خالص. هضرب بقى ايه كام طماطميه كده برضو بحيث ان هي تبقى حمرا برضو. الحشو من جوه واحط لها شويه طماطم كده بتبقى حلوه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. خلاص. هحط لها بقى شويه بهارات. يعني ملح وفلفل بس، مش بهارات يعني. هنا بفتح الفراخ. خلاص اهي. من الجلد. آه، ما بين اللحم والجلد كده بتحشيها بصل وطماطم كده مضروبين في الكبه، بتحشيهم. بتخلي طعم الاكل حلو، بتبقى جميله جدا كانك شويها بالظبط. ماشي. انا هنا كنت غاسله الفراخ ونقعاها، مفيهاش اي حاجه، نضيفه معاكم اهي. ماشي. اهو شويه ملح وشويه فلفل. تمام. شويه ملح. حطيت فلفل. ماشي. اقلبهم في بعض كده كويس. انا كنت عامله هنا كميه حلوه كده بحيث ان انا ايه، يعني لما تيجي بعد الفراخ ما تتحمر بقى، تستوي وتتحمر كده، بتبقى ايه البصل بيبقى طيب جواها كده، بتبقى جميله جدا. جربوها تعجبكم. ممكن تحشيها رز برضو براحتك خالص. تعملي برضو الرز، تعملي الخلطة اللي انا عملتها دي، وتطيبي الرز 75%، وتحطيها يعني نص طياب، يعني بمعنى اصح. تمام. هنا بقى ايه، بس لازم تكون الفراخ صغيره، ما تبقاش الفراخ كبيره عشان ما تاخدش سوا معاكي. ماشي. هنا بقى ايه، بربط الزور كده من تحت. ماشي. اربطيها باي حاجه، انت كده كده كل ده هتفكيه وعندك الخيط نضيف يعني. ماشي. طبعا هنا ما كانش عندي اللي هو خله السنان دي، فرحت مخيطاها. الابره نظيفه ما تقلقوش. ماشي. اهي لو عندك خله سنان، هي ما اتنين، واحده هنا واحده هنا وخلاص. هنا بقى ايه، بربط الوركين في بعض عشان ما تبقاش مفتوحه كده، بيبقى شكلها مش حلو. ماشي. اهو. هي العين بتاكل قبل البق يعني. خلاص. اهو اربطها كده واركنها بقى على جنب لحد ما اعمل التانية. ماشي. اهي. بعمل التانية برضو كده. اهو. لو فضل عندك شوية بصل عادي حطيهم في الشوربة، مش هيحصل لك اي حاجة، مش هيحصل لها اي حاجة يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البصل لو نزل في الشوربة عادي برضو، بس خلي بالكوا، هي البصل اللي احنا حشيناها دي بتفضل في الفرخة، ما بتنزلش. حتى لو انت سبتيها مفتوحة مش بتنزل خالص. هي الشوربة وهي بتغلي، مجرد الفرخة ما تنزل في المية او في الشوربة وهي بتغلي كده، الانسجة كلها بتقفل على بعضها. ماشي. فما فيش حاجة بتنزل يعني منها. خلاص. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هنا برضو بربط الوركين في بعض. ماشي. تمام كده خلاص. هنا بقى بعد انا ما اسقط الفراخ بقى في الشوربه. بعد ما سقطتها بصراحه الحله كانت صغيره عليهم،
تمام. فحطيتها بقى في حاجه اوسع، هتشوفوا دلوقتي. ببدل انا يعني مع نفسي كده اهمت، وسبتهم بقى مع نفسيهم كده، وانا ايه شغاله كده وهم مع نفسهم بيطيبوا. خلاص. هنا بقى حطيت معلقه من السمنه اللي هي العاديه، وسمنه فلاحي. معلقه من دي ومعلقه من دي، وحطيت حبه زيت برضو عشان يبقى الرز مفرفر كده. وعملت رز ان شاء الله معاكم ايه حبه وحبه. تمام. عملت زي كيلو ونص كده. ماشي. حمرت ايه شويه زي ربع كيلو كده من الرز، او يعني ايه 3/4 يعني. ماشي اهوت بحمرهم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نزل الرز كله. احط ملحه. في ناس بتحب تسقي الرز، بتسقيه من الشوربه. براحتك برضو، دي حاجه بتاعتك. ماشي. في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب كده، دي حاجه بتاعتك برضو. خلاص. انا بصراحه عمري ما جربتها، ما حبيتهاش يعني، ما حد عملها قبل كده ولا ما حبيتهاش بصراحه، ولا بديله ميه اهوت. وبعدين لو فضل منك رز ولا حاجه ممكن يحمض يعني، بيبوظ. خلاص. هنا ايه الرز ده هو كان اتشرب، وكان ايه يعني فاضل اللي هو التكه البسيطه دي. هولع العين اللي جوه دي واحط عليها واسيبها براحتها. تمام. وطيت عليه كده وسيبته براحته. كده بطلع الفراخ. دي الصاج دوت اللي انا هحمر فيه على طول ان شاء الله. اهو الصينيه دي اهي. احط على طول. احنا متفقين اما اجي احمر مش هولع تحت، اولع الشوايه فقط لا غير، حتى في الفرن العادي. ماشي. هنا مولعه الشوايه بس. وافضل بقى ايه الجنب اللي اتحمر اقلبه، الجنب اللي اتحمر اقلبه. هتشوفوا معايا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو واحده واحده كده على مهلك. خلاص. هنحمر الجنب الاول. حمرنا الظهر، وبعد كده هنحمر الجناب، وبعد كده ايه اخر حاجه الصدر من قدام. تمام. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. خير 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 خير. يلا. تمام. اهو. هنقلبها كده بالراحه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. واحده واحده برضو اهي كده. خلاص الجنب ده خلص. ده كان فاضل ايه الوش الصدر يعني. كده تمام. كده جاهز على الاكل على طول. ماشي. اهي منظرها تحفه بصراحه. هنا بقى جهز الملوخيه. انا طبعا كنت قاليه بتنجان وقاليه فلفل، عشان ابويا يعني بيحب الحاجات دي، بيحب جنب الملوخيه بتنجان وفلفل، فكنت مجهزاهم له يعني لوحديهم. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حط شويه كزبره. هي كانت انا واخده طبعا شوربه، والشوربه كان حدقها تمام مية مية، مكانش محتاجه اي حاجه. حاطط لها بس شويه كزبره. وهعمل الدقه برضه هحط فيها شويه كزبره. هتشوفوا دلوقتي. انا هنا مجرد الملوخيه ما تغلي معايا خلاص، انا كل حاجه بالنسبه لي انتهت. اهي. دي حبيبه اللي كانت بتعمل شويه كزبره. تمام. هدق بقى فصين التوم دولت اهمت. ماشي. اهو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا عايزه اعمل معاكم الشهقه، بس في ناس قالوا لي لازم تعملي الشهقه، لازم تعمليها، بس انا مش هعملها بالعند فيكم عشان انا بتكسف. ماشي. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مجرد ما تحمر كده يعني تصفر بس كده، حاولوا ان انت ما تخليهاش تنحرق عشان ما يبقاش لها طعم. ماشي. اهو. تمام. يلا بينا. شفتوا الشهقه؟ عشان في ناس كانت زعلانه مني ان انا ما عملتش الشهقه في الملوخيه. اهو. اديني شهقت. ما اعرفش طلعت ولا ما طلعتش. تمام. بألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بألف